أنا عاوزك تتخيل كده معايا إنك تكون بطل قوي جدًا، وقدرت إنك تخلّي البشر ينتصروا على الشياطين في الحرب بعد ما كانوا هيتهزموا، ولكن بعد ما رجعت لمدينة البشر لقيت إن البشر بقوا خايفين جدًا منك، وشايفين إنك وحشي بسبب قوتك الكبيرة، وفي النهاية بيطردوك من المدينة، وبتقرر إنك تنتقم منهم وتنضم لجيش ملكة الشياطين، وهي دي حكاية بطلنا ليو. صباح مسا الخير عليكم يا جدعان، عاملين إيه يا جيش الركونيين؟ وقبل ما نبدأ كده عاوزين نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وعاوزك ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك الأجمل، وعلشان ما أطولش عليكم أكتر من كده يلا بينا نبدأ قصتنا، وبنشوف بطلنا ليو اللي بيرجع لمملكة الشياطين بعد ما دمرها، وبيقول إنه مش مصدق إنه رجع هنا تاني، وبعد ما بيخبط على الباب وبيرمي سلام وبيوصل عند ملكة الشياطين والقادة الأربعة واللي مفيش حد فيهم بيتعرف عليه لحد ما ليو بيقرب أكتر وبيظهر نفسه ليهم، فبتجيلهم صدمة حرفيا، وليو بيقول لهم أنا بقى البطل السابق ليو اللي حط على جيش ملكة الشياطين، وبيقول إنه جاي هنا علشان ياخد منصب في جيش ملكة الشياطين، وبيقول إنه بارع في المبارزة والسحر وكل حاجة، وبيقول إنه غلب ملكة الشياطين قبل كده، وملكة الشياطين بتبقى خلاص هتفرح منه حرفيا، وبيكون ليو مفكر نفسه خلاص كده اتقبل، ولكن ملكة الشياطين بتهجم عليه بكورة من النار وبتحرق الرداء اللي هو لابسه. والله يا ابني دي أقل حاجة، أنا لو مكانها كنت حلقت بره القلعة. وليو بيقول لها طبعا أنا هخليكي أقوى ملكة شياطين، فبيلاقي النار في وشه، وليو بياخدنا بعد كده في جولة في الماضي علشان نعرف ليه الملكة بتكرهه كده، وبيقول إنه قبل سنة من دلوقتي جيش مملكة الشياطين هجموا على البشر بشكل مفاجئ وبدأوا الحرب وكانوا هيفوزوا فيها، ولكن ملك البشر ساعتها كلف ليو إنه يقاتل الشياطين ويغلبهم، وفعلا ليو جمع ناس أقوياء معاه علشان يقاتلوا الشياطين، ولكن ليو بيقول إن هو اللي كان بيعمل كل حاجة لأن الناس اللي جمعهم طلعوا ضعاف جدا، وبيقول إنه كان بيقاتل الشياطين وبيحميهم كمان، وبعدها قرر يقاتل جيش الشياطين لوحده ويغلب الملكة، ودوت اللي حصل فعلا. وبيكون ليو ساعتها قاعد مع القادة الأربعة وبيقول لهم إن مفيش سبب منطقي علشان يترفض من الوظيفة، فبيقول له إدوارد إن الملكة قضته بسبب كرهها الشخصي ليه، وبيقولوا له القادة الأربعة إنهم عملوا اجتماع سري وقابلوه من وراء الملكة لأنه بترجاهم كتير، وبيقول له إن الملكة لو عرفت إنهم قابلوه من وراها هتحرق الألعاب اللي فيها، وبيقول ليه إنه هيعرفهم إزاي غلبهم، وده علشان يعرفوا نقاط ضعفهم علشان يقووها، طبعا مش تباهي بقوته يعني وكده صديقي جدع. وبيبدأ بإدوارد وبيقول إنه هو كان أقوى واحد فيهم لأنه قوي جدا وجسمه صلب، ولكنه قدر يغلبه باستخدام السحر في النهاية، وبيكون إدوارد مش متضايق أبدا من هزيمته، وبيكون فرحان لأنه خسر على إيد حد قوي زي ليو. وبعدها ليو بيقول إنه قاتل ميلانسون بعد إدوارد، وإنه كان سريع جدا وقوي، وده أصلا بيرجع لأنه شغال كمختال، فعشان كده كان قوي جدا، ولكن في النهاية قدر يغلبه باستخدام مهارة قوية. ويقول ليو إنه قاتل ليلي بعد ميلانسون، وإنه لما قابلها كانت فاقدة الذاكرة، فأخدها واعتنى بيها كام يوم لحد ما رجعت لها الذاكرة من تاني، وعرفت إنها من القادة الأربعة لمملكة الشياطين، وحاولت إنها تغلب ليو، ولكن ليو قام معاها بالواجب طبعا يا صديقي جدع. وبعدها عرف إن في القبيلة بتاعت ليلي لو حد قوي هزمها في قتال هيبقى زوجها المستقبلي، فليلي بتقع في حب ليو، وبيقول ليو إنه آخر واحدة من القادة الأربعة كانت شتينا، وبيقول إن عندها قوة سحرية جبارة جدا، ولكن هو عمل تعويذة بتمنع الطاقة السحرية، وبتطلع شتينا ضعيفة جدا في القتال القريب بالأسلحة، فغلبها بسهولة. وشتينا بتقول يا عم سيبك من كل ده، انت ليه جيت لنا دلوقتي وعاوز تنضم لينا؟ فبيقول لها ليو هو بياكل كده انه بعد ما حط عليهم وعلى ملكتهم كمان رجع تاني لعاصمة البشر، ولكن ساعتها الناس كانوا بيبصوا له بصات قلق وخوف، وكانوا بيقولوا انه وحش، وكانوا خايفين من قوته لدرجة انهم بعتوا مقتلين علشان يقتلوه، ولكن ليو هزمهم طبعا. وبعدها بأيام الملك طلب ليو وعرفوا ان الناس بقت خايفة جدا منه، وبيقول الملك انه عارف افضل على المملكة، ولكنه يضطر انه يخليه يمشي من اراضي البشر. وفعلا ليو بيوافق على كده، وبيقول انه فضل يلف كتير لحد ما سمع في يوم ان جيش مملكة الشياطين بيجند ناس جديدة، قرر ساعتها انه ينضم لجيش ملكة الشياطين، وده اللي حصل. فبتقول له شتينا انها مصدقاه، وبتقول انهم هيشغلوا معاهم شهر كده علشان يجربوا انها تشرف عليه بنفسها، وبتقول انها طبعا مش محتاجة توصيه ان الموضوع يفضل سر عن الملكة ويفضل خافي نفسه عن الملكة، وبتقول ان عندهم حاجات كتيرة لازم يعملوها يعني تصليح القلعة وتجهيز الصفوف الامامية للجيش وشراء الاسلحة. وليو بيقول واضح ان حالتكم صعبة جدا، فشتينا بتقول له ما هو كله بسببك، تحس انها ترتاح له كده صديقي الجدع، ولكن ليو بيقول لها انه هيبذل كل جهده في الشهر ده، وبعدها بينهي الاجتماع. وليو بيكون بيفكر في حاجة، وبيقول انه لما كان في الحرب سمع ملكة الشياطين وهي بتقول لجنودها انهم ما يقتلوش البشر، وانه عاوز يسألها ليه هي امرتهم بكده. وفي تاني يوم بنشوف ليو وهو بيروح لشتينا، وده علشان تديله المهام اللي هيعملها، ولكن هي بتكون نايمة، فبيحاول يصحيها ولكنها بتكون في سابع نومة، فبيستخدم السحر وبيغير صوته علشان يبقى زي صوت ملكة الشياطين. وشتينا اول ما بتسمع صوت الملكة بتقوم على طول وبتفضل تعتذر ليها وكده، ولكن اول ما بتشوف ليو بتهاجم عليه، وده طبعا لانه
دخل غرفتها وبدون إذنها، وبعد ما بتظبط حالها بتاع 3 ساعات كده قدام المراية يا صديقي جدع، بتطلع ليو وبتعرفه المهام، وليو بيلاقي بتاع 50 مهمة، فبيقول لها ما خليتهمش 100 ليه، وبيلاقي من المهام مهمة كده مطلوب فيها إنه يجدد مفاعلات الطاقة السحرية. فليو بيقول إن مفاعلات الطاقة دي أدوات كتيرة في الألعاب بتشتغل بالسحر بتاعها، وبيقول إن المفاعلات دي مش بتتجدد إلا بسحر الشخص اللي صنعها واللي هي اشتينا. فبيقول ليو بس سيبي لي أنا المهمة دي، وبيقول لاشتينا إنه هيقلد السحر بتاعها علشان يملى مفاعلات الطاقة السحرية. بيقول لها إنه هينجز المهمة في 2.5 ساعات. اشتينا بتقول له هنشوف الكلام ده، وبتعرفه إن في 4 مفاعلات ولازم يملاهم كلهم بالطاقة السحرية. فبيقول لها ليو تمام، وبعدها بيغير شكله علشان محدش يعرفه، وبيروح على مفاعلات الطاقة. ولكن بعد نص ساعة اشتينا بتلاقيه راجع لها وبيقول لها إنه خلص. فبتستغرب لأنه ما خدش غير نص ساعة بس، وبتقول إنها تديله مهمة تانية. ولكن ليو بيقول لها مهمة إيه بس كده وحد الله، أنا هريح شوية لأني تعبت من المهمة دي. وفعلا اشتينا بتوافق على كده، وليو بيطلع عين سحرية علشان يشوف اشتينا وهي بتشتغل. وبعد ساعة بتزعل منه اشتينا وبتقول له إنه كفاية عليه راحة لحد كده وإنه لازم يقوم يشتغل، وبتحاول تقومه بالعافية. ولكن ليو ولا بيتهز من مكانه وبيقول لها إنه عاوز شوية وقت لسه. فاشتينا بتقول له إنه فاشل ومش هيفيد ايش ملك الشياطين بحاجة، وهتكون هتستخدم عليه السحر خلاص. ولكن الباب بيخبط مرة واحدة، ليو بيغير شكله وبتكون واحدة من اللي شغالين في الألعاب بتدخل وبيسألها ليو عملت إيه في صيانة المفاعلات. فبتقول له إن القلادة اللي اداها لها شغالة كويس جدا، وقدرت إنها تملى المفاعلات بالطاقة السحرية من غير أي مشاكل. فبتنصدم اشتينا وبتقول له قلادة إيه. فبيقول لها ليو إنه لما راح من عندها جاب من ورشة الأدوات حجر كريم وملابس الطاقة السحرية بنفس الطول الموجي الخاص بيها. وبيقول إن الحجر ده القوة اللي فيه بتتجدد باستمرار علشان هو حجر كريم قوي جدا. وبيقول إن أي حد هيلبس السلسلة دي هتبقى طاقته السحرية نفس الطول الموجي لطاقة اشتينا وكده. أي حد لابس السلسلة هيقدر يجدد الطاقة للمفاعلات من غير ما اشتينا تتدخل. وإنه كمان خلى البنت دي تشوف 3 أشخاص كمان علشان يشاركوها معاه في تجديد المفاعلات. واشتينا بتفرح جدا باللي عمله ليو لأنها كده مش هتشيل هم المفاعلات تاني. والبنت بتقول إنها فرحانة جدا لأنها ساعدت اشتينا في أي حاجة، وإنها كانت دايما بتشوفها وهي مضغوطة بسبب شغلها، وكانت بتتمنى لو تساعدها بأي حاجة. وبتقول إنها قدرت تعمل كده فعلا، وده بفضل الفارس الأسود، وده اللي هو ليو بعد ما غير شكله. ومن بعدها بتشكر اشتينا البنت وبتمشي. واشتينا بتقول لليو إن كده البنت هي اللي شحنت المفاعلات وإنه ما عملش حاجة. ولكن ليو بيقول لها إنه كان بيراقبها باستخدام العين السحرية، وإنه قدر يرتب لها المهام اللي ممكن تخلي أي حد يعملها مكانها، وده علشان تقلل المهام على نفسها. اشتينا بتشوف الورق اللي فيه مهام وبتلاقي إن ليو فعلا معلم لها على المهام اللي ممكن أي حد غيرها يعملها. فبتعتذر اشتينا لليو علشان شكت إنه بيتكاسل، ولكن ليو بيقول لها إن ده عادي علشان هي من القادة الأربعة ولازم تأدي شغلها على أكمل وجه. وبعدها بيقول لها ليو إنه هيبدأ بالمهمة الجديدة، وإنها لو احتاجته تستدعيه. وهتلاقيه قدامها وبتشكره اشتينا، وبعدها بيمشي. وبيجي ليلو بتستدعي اشتينا تاني وبتعرفوا إن ليلي في مهمة علشان تنقل الموارد، وإن موارد القلعة دلوقتي بدأت تخلص، علشان كده هم عايزين شحنة الموارد دي توصل سليمة. وعلشان ليلي غبية حبتين فعايزاه يروح معاها علشان يتأكد إن الشحنة هتوصل بسلام للمملكة. وبيوصل ليلي واللي بيلاقيها عاملة سباق مع الجيش، وليو بيحاول يوقفها وبيفتكر كلام اشتينا إن الأرض اللي هتكون فيها ليلي هي أرض التنين. وبيفتكر ليو حكاية الأرض دي وإنها من 3000 سنة كانت في حرب بين البشر والشياطين، ولكن الحرب دي انتهت وحصل سلام بين الطرفين، وعاشوا البشر مع الشياطين، وظهر صنف جديد هجين بين الاثنين واللي تسموا بشعب التنين. ولكن البشر اتعاملوا معاهم بعنصرية، وبعدها اختفى السلام بين البشر والشياطين مرة تانية. فبتقول له اشتينا إن ده اللي حصل فعلا، وإن شعب التنين لسه ما نسيوش اللي حصل لهم زمان من البشر. ولما عرفوا إن ملكة الشياطين بتحارب البشر قرروا يساعدوهم بدون تفكير بدافع الانتقام. وبتقول إن جزيرة التنين هو المكان اللي بياخدوا منه كل الموارد بتاعتهم. فبيقول لها ليو إنها تبعت إدوارد للمهمة دي لأنه هيكون أفضل من ليلي، لكنها بتقول له إن إدوارد هيعمل كل الشغل لوحده وإنه مش هيخلي حد يساعده. فبيقتنع ليو بكلامها وبتقول له اشتينا إنها عايزاه يراقب ليلي بس بالمهمة، وده اللي بيحصل فعلا. وبتكون ليلي عاملة سباق بينها وبين الشياطين على مين هينقل الموارد أسرع. وليو بيقول إن في بوابة بتنقل الموارد من أرض التنين للقلعة على طول، لكن الموارد بتكون كتير جدا. وبيقول ليو إن لو كل واحد اتكفل بمهمة توصيل مورد معين هيخلصوا أسرع ومش هياخد منهم أكتر من يومين بالكتير. ولما الشياطين بيشوفوا ليو بيسألوا ليلي عليه، فليلي بتقول لهم ده بقى اللي هيكون زوجي المستقبلي. هالشي ما فيه فشخ صراحة، ولسه هتقول اسمه، ولكن ليو بيسكتها على طول قبل ما تكشف وريهم. وبيقول لهم إنه الفارس الأسود وبيبقى قاعد مش عارف هيتصرف إزاي، وإن ليلي خاربة الدنيا خالص، وإن أهل الجزيرة متعصبين جدا منهم. وليو فضل يعتذر من الحاجات اللي عملوها واللي خربتها ليلي. بيقعد مع نفسه بعدها وبيقول إنهم كده ممكن يخسروا التحالف اللي بينهم وبين جزيرة التنين بسبب التخريب الكبير اللي بتعمله ليلي. وبتجيله ليلي بتلاقيه ماسك راسه واللي بتكون وجعته من كتر التفكير، وبتفكره تعبان وبتقلق عليه جدا وبتروح علشان تجيب له علاج. وهنا ليو بتجيله فكرة وبترجع له ليلي
ليلي بعد ما جابت له العلاج، وبيكون ليو بيمسي عليها انه تعبان، ويكون استدعى التعبان علشان يعضه ويظهر عليه اثار التعب، وبيقول ليلي ان علاج سم التعبان ده مش موجود في القريه، وانه هيموت لو ما خدش الترياق بسرعه. وبتعرض عليه ليلي انها هتجيب له العلاج، واللي بيكون عباره عن اعشاب علاجيه واللي في مكان بعيد خارج القريه. بيقول لها ليو انه معتمد عليها، وبتخرج ليلي علشان تجيب له العلاج. اول ما بتخرج بيعالج ليو نفسه بالسحر، وبيبعت مع ليلي عين سحريه علشان تراقبها وتنقله كل تحركاتها. بيكون ليو مجهز لها عقبات في الطريق علشان تطلب المساعده وتقدر تعتمد على اللي حواليها وتتعلم العمل الجماعي وازاي تدير الفريق. وبنروح لليليو اللي بتكون ماشيه في الغابه، وفجاه بتتحول لذئب ضخم، واللي بتكون مهاره من المهارات اللي عندها، وبتكمل طريقها لحد ما توصل لصخره كبيره سد الطريق. ودي بتكون العقبه الاولى اللي ليو حاططها لها وعامل عليها تعويذه علشان تبقى قويه وما تنكسرش بسهوله، وان ليلي لازم تطلب المساعده من اتباعها علشان تقدر تدمر الصخره دي. ولكن على مين يا صديقي الجدع؟ ليلي بتفضل تكسر في الصخره لحد ما بتقدر انها تدمرها وتفشل اول عقبه لليو عملها. وبيقول ليو انها مش هتقدر تعدي العقبه الثانيه، ولكن ليلي بتتعدى كل الحدود يا صديقي الجدع، وبتعدي العقبه الثانيه بسهوله، وبتبدا تعدي كل العقبات اللي ليو بيكون عاملها واحده ورا الثانيه لحد ما بيتعب وبينام، وبيصحى تاني يوم بيلاقي ان ليلي جابت له العلاج. بيشكرها ليو وبتقول له ليلي على الخطه الجديده اللي هي عملتها علشان توصل الموارد اسرع. وليو ما بيفهمش حاجه خالص من الرسومات اللي بتكون رسمها، ولكنه بيكون مبسوط انها اتعلمت ازاي تدير الفريق وتشتغل بطريقه جماعيه، وبيكون فرحان ان خطته نجحت. وبيرجع تاني لشتينا يعرفها باللي حصل، وبتشكره على اللي عمله مع ليلي، لكنها بتقول له ان في حاجه مهمه لازم يعملها دلوقتي حالا، وبتقول له ان ملكه الشياطين عايزه تشوفه. وليو بينصدم وبيقول انها كده شكلها كشفته، وشكل البطل بتاعنا هيتفشخ يا صديقي كده. وبس كده يا صديقي تكون خلصت حلقتنا النهارده. يا ترى ايه اللي هيحصل مع ليو؟ تفتكروا ملكه الشياطين كشفته فعلا؟ وده اللي هنعرفه في الجزء الثاني من الحكايه. وعلشان تعرف اللي هيحصل ما تنساش تشترك وتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار اول ما ينزل الجزء الثاني. مع الجحيم يا صديقي، مع الجحيم. اتمنى لكم سهره سعيده. سلام.